ديال اللوز. المهم اول حاجه بالنسبه لبنات اللوز خاصنا نفسخوه ونخليوه ينشف. الا بغينا نقليوه، الا قليتوه البنات الزيت باللوز بالماء ديالو كيقصح، كيولي بحال الحجر، حيت الماء كيشرب زيت كيقصحو. يعني اللوز خاصو يكون ناشف كتوز باين عليه، على الاقل خاصو يتمسح مزيان بشي شيفونه مزيان، اولا من الاحسن تخليوه ينشف واحد شويه، واحد ساعتين، ولا تخليوه ينشف ضروري خصو ينشف. انا كنديرو في الليل وكنفسخو حتى للصباح عاد كنقليه. دابا انا عاد غادي نبدا، وقلت مع سولوني بزاف البنات عليه اللي ما عارفينش على الطريقه ديال اللوز، كاين اللي كتقول لي تحرق ليا، كاين اللي كيقول لي يقصح ليا ولا كالحجره. المهم راه كيقصح بالماء. الا خليتو اللوز بماء راه تيقصح. ضروري نشفو اللوز قبل ما نقليوه. عندي هنايا 2 كيلو ديال اللوز، ها هو انا مفسخاه البارح في الليل، ودابا انا عندي راه نشف. هذا ها هو خليته خضر. بالنسبه للبريوات انا غادي نخدم اليوم 2 كيلو ديال البريوات، 2 كيلو ديال اللوز. وهذا البنات الكيلو الاخر اللي غادي هنايا نديرو، اللي غادي نقليه. المهم اول حاجه البنات كنديروا اللوز، ها هو درتو. غادي نزيد عليه البنات الزيت العاديه بارده. المهم هو نتوما عارفين اللوز البنات خصو يتقلى في الزيت بارده ماشي سخونه، باش كياخد حقه في الطياب، وكطلع مع هذيك الطيبه وكيتحمر لينا من الداخل وكيتحمر كامل، ماشي في الزيت سخون. بالنسبه للبنات اللي سولتوني على القليان، الزيت تكون البنات بارده. كنغطيو اللوز مزيان بالزيت صافي. زيت انا زيت روميه البنات العاديه، انا درت ديال هذه ديال الجيراسول ديال نوار الشمس. المهم الزيت العاديه على هذا الشكل. دابا غادي نشعل عليه وغادي نخليه يتقلى على خاطرو. وانا بالنسبه للبنات الزيت ديال البريوات اللي كنقلي فيه، الاخر اللي قليت فيه البريوات انا بناتي كيبان لكم هذه المقله اللي كنطيب فيها. انا كالبنات كنقلي فيه قليه جوج صافي، كنحيدو كنلوحو كندير زيت جديد. ما كنبقاش نقلي فيه حيت كيتبدل ليه اللون ديالو كيتوسخ. المهم هذا دابا الزيت دابا درتو جديد، غادي نقلي فيه البنات اللوز كيف ما كيبان لكم. انا شعلت عليه البوطه ها هي صافي. دابا غادي نخليه ياخذ وقته يتحمر على خاطرو. ملي غيبان لي الزيت بدا كيغلى، بدا كيسخن الزيت، بقبق بدا كيسخن يعني سخان، بدا كيطلعوا دوك الفقاعات ديال الزيت، غنبقى نحرك بشويه عليه حتى يتحمر ليا. المهم هنا كما كيبان لكم البنات، ها هو هذا كيطلع فيه الغليه ديال الزيت صافي. دابا غادي نخليوه البنات حتى يتقلى مزيان صافي. حنا كنحركوه فيه باش ياخذ كله نفس اللون على هذا الشكل صافي. دابا غادي نخليه حتى يتحمر ليا مزيان، ونوريكم دوك ان شاء الله كيفاش غادي يكون اللون ديالو. هو هكا على هذا الشكل هذا. هنا انا دايره هذا البلاطو مفرشه فيه الكارطه باش غادي نسقطر فيه دوك ونحط فيه اللوز ديالي باش يشرب شويه هذاك الزيت اللي تيكون فيه صافي. ومن بعد البنات غادي كيبرد وكنطحنو. هذه هي الطريقه البنات ديال هذا اللوز اللي كنديرو مع البريوات. هنا عندي انا ها هو سالم، وهذا هو اللون البنات اللي خصو يكون في اللوز. ما نحرقوهش بزاف، يكون هذا هو اللون ديالو، هذا اللون بركه. ما تخليوش البنات يتحرق لكم بزاف على هذا الشكل. هذا اللون الذهبي شدو باسطه.